مشروع ميناء الداخلة الأطلسي رافعة للتنمية الاستراتيجية في المغرب وإفريقيا. يعد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي أحد أبرز المشاريع التنموية في المغرب، حيث يجسد رؤية ملكية طموحة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية، دعم الاقتصاد المحلي، وترسيخ المغرب كبوابة إفريقية نحو الأسواق العالمية. يمتد هذا المشروع العملاق على الساحل الأطلسي جنوب المغرب، ويتوقع أن يشكل نقطة تحول كبرى في المشهد الاقتصادي والإقليمي. فيما يلي تفاصيل شاملة عن المشروع وأهميته. 1. نظرة عامة على المشروع. الموقع: يقع الميناء في منطقة تيرفت على بعد 40 كيلومترا شمال مدينة الداخلة، ضمن جهة الداخلة وادي الذهب. التكلفة: تبلغ تكلفة المرحلة الأولى حوالي 12.65 مليار درهم، 1.3 مليار دولار. ومن المقرر الانتهاء من الأشغال بحلول 2028 مع بدء التشغيل الفعلي في 2030. المكونات الرئيسية: 3 أحواض، ميناء تجاري بعمق 16 متراً، ميناء للصيد البحري، وحوض لصناعة وإصلاح السفن. منطقة اقتصادية مجاورة تمتد على مساحة 1650 هكتاراً، مخصصة للأنشطة الصناعية واللوجستية. 2. الأهداف الاستراتيجية للمشروع: تعزيز التكامل الإقليمي. يعتبر الميناء جسراً لوجستياً يربط المغرب بغرب إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، مما يعزز التجارة البينية ويسهل حركة البضائع. تنمية الأقاليم الجنوبية: يهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي عبر توفير آلاف فرص العمل، وتطوير قطاعات مثل الصيد البحري، الذي يمثل 65% من الثروات القابلة للاستغلال في المنطقة. دعم المبادرة الأطلسية: جزء من رؤية الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل الإفريقي من الوصول إلى المحيط الأطلسي. 3. الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية: محور تجاري دولي. يتوقع أن يستقبل الميناء 35 مليون طن من البضائع سنوياً في مرحلته الأولى، مع إمكانية التوسع لاستيعاب 8 ملايين طن إضافية. تعزيز السيادة البحرية: يكرس المشروع مكانة المغرب كلاعب رئيسي في الملاحة الدولية، خاصة مع موقعه الاستراتيجي القريب من طرق الشحن العالمية. جذب الاستثمارات: يشمل المشروع مناطق صناعية متطورة، مما يجعله وجهة للشركات العالمية على غرار نموذج طنجة المتوسط. 4. التقدم المحرز والتحديات: نسبة الإنجاز: تجاوزت الأشغال 25% بحلول 2025، مع تسارع وتيرة العمل لاحترام الجدول الزمني. التحديات: تشمل التعقيدات التقنية لبناء ميناء في المياه العميقة، وضرورة التنسيق مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستفادة الكاملة من الميناء. 5. الآفاق المستقبلية: إقلاع اقتصادي. يتوقع أن يسهم الميناء في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة كبيرة، مع تطوير قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة. تعزيز التعاون الإفريقي عبر دعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (الFCFTA), مما يعزز التبادل التجاري داخل القارة. ميناء الداخلة الأطلسي ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو أداة تحول استراتيجي ترسخ مكانة المغرب كقاطرة للتنمية في إفريقيا. بموقعه الفريد، وتصميمه القابل للتوسع، وتكامله مع الرؤية الملكية للتنمية المستدامة، يشكل هذا الميناء نموذجاً للاستثمارات الذكية التي تربط بين المحلي والعالمي. المرجو الاشتراك في القناة فضلاً وليس أمراً، دعماً لنا لنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات. شكراً على المتابعة.